وجميع ركلات الجزاء سجلت، وبالتالي الآن لدينا الضربة الجزائية لنادي النهضة، وبالتالي منصور النعيمي على تنفيذ هذه الكرة. منصور وحسني، جول، والعنيد يسجل أول الأهداف عن طريق منصور النعيمي ليفرح أنصار ومحبي العنيد، ويسجل منصور نعم أول الأهداف لنادي النهضة، ويتقدم بالنتيجة في الدقيقة رقم 45 من علامة الجزاء. إذن النهضة أخيرا يسجل في شوط المباراة الأول عن طريق الكابيتانو وعن طريق اللاعب منصور النعيمي. الكرة سددت بشكل سليم، وحسني ارتمى في الجهة الأخرى، ومنصور سدد في الجهة الأخرى ليسجل نادي النهضة أول الأهداف ويفتتح نتيجة المباراة. إذن